السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا القائد ودي المحاضرة الأولى في الجغرافيا. طلاب الشهادة الإعدادية في كل مكان، ربنا معاكم، ربنا يوفقكم. جغرافيا مش بالعافية، ركز كده. بص بقى أنا أقول لك بس كده شوية معلومات عن الجغرافيا، مش معلومات جغرافية، لا معلومات نفسيا أهيئك بس الأول كده. الجغرافيا هتبان إن هي صعبة، يعني واحنا في البدايه كده تحس ايه ده صعب قوي يا قائد، والاسئله واسماء انهار وجبال واقاليم. هقول لك في البدايه هتحس ان هي صعبه، ولكن والله مجرد ما انت تسمع الفيديو تاني او تذاكر معايا تاني او تبدا تحل او انت مع نفسك في مذاكرتك مره 2 3 هتبقى اسهل حاجه. ما تاخدش مني دلوقتي الكلام ده بعد ما تذاكره بس مره واثنين وثلاثه هتلاقي الدنيا تمام التمام، وهتيجي بعد كده تقول لي فعلا الجغرافيا طلعت اسهل. وعشان كده بقول لك يبان وانت بتذاكر ان الجغرافيا ان هي تقيله والتاريخ هو اللي سهل. اقول لك والله العكس، التاريخ من البدايه ممتع جدا وجامد جدا، وانت بتسمع قصص وحكايات محمد علي وخلفاء محمد علي والاحتلال الانجليزي، بس الاحداث تقيله وكتيره، وخد بالك عندك 8 دروس، فالموضوع بالنسبه لك بيبقى تقيل شويه. لكن الجغرافيا خلاص انت مجرد ما انت فهمتها مره وحفظت المكان على الخريطه شكرا كده. ونقول بسم الله ونبدا كده على خير. واول حاجه كده ببدا بيها خريطة العالم. دي تنام تقوم تحلم بيها، يعني عندك كده جغرافية العالم دي عندك طول السنة كده مكملة مع بعض، اللي هو تنام وتقوم هنا آسيا، هنا أفريقيا، هنا أستراليا، أساسي. فعشان كده لازم نركز كويس جدا فيها. ونبدأ بقى كده نبدأ بأول حاجة وهي قارات العالم. الوحدة الأولى هي أتقل وحدة عندك. بيتكلم الأول كده عن موقع القارات والمساحة، درس في اللذيذ. مبدئيا كده الأرقام مش حفظ فيها، اللي هي الموقع الفلكي، فتلاقيني بعيده كده أو يعني بنسرعه شوية، ولكن انت ممكن قبل الامتحان تبص عليها كده، ولكن هو ليس هدف في الورقه الامتحانيه اللي احنا هناخده دلوقتي الموقع الفلكي. لكن ترتيب القارات لا، ارقامها مهمه جدا. في بعض الحاجات وانا بشرحها مهمه، في بعض الحاجات في الموقع الفلكي لازم اكون عارفها عشان اقدر ان انا برضو هتفيدني كمعلومه جغرافيه. والتضاريس وده بيتكلم عن الجبال والهضاب في كل قاره، ده المحاضره الثانيه. والمحاضره الثالثه والاخيره في الباب بتتكلم على مناخ والنبات الطبيعي. ونقول كده بسم الله ونبدا باول حاجه، مساحة الكرة الأرضية. لو أنت ركزت كده في مساحة الكرة الأرضية دي كلها هتلاقي مساحتها 510 مليون كيلو متر مربع. خلاص. طيب يبقى انا عندي كده مساحه الكره الارضيه بيبلغ حوالي 510 مليون كيلو متر مربع. مش حفظ بس لازم انت تكون عارفها كمعلومه. لو انا ركزت برضو الكلام ده كله يعتبر كده تمهيد، بلاقي ان معظم مساحه الكره الارضيه، انت لو ركزت اصلا في الكره الارضيه تلاقي ان فعلا معظم الكره الارضيه اللي هي تعتبر ماء، اللي احنا كنا بنسميها كده او ما زالت طبعا تسمى بالكوكب المائي. فانا عندي 29.3 اللي هو اليابس، و70.7 اللي هو الماء. طيب الكره الارضيه بتنقسم الى 2، يا اما عباره عن قارات يا اما عباره عن محيطات. وعدد القارات اللي عندك كده 7. في قارات العالم القديم اللي هي قاره اسيا وقاره افريقيا وقاره اوروبا، وعندك قارات العالم الجديد اللي هي 4 قارات، الامريكتين بالاضافه الى القاره القطبيه الجنوبيه، واخر حاجه قاره استراليا او الاوكيانوسيه واللي هنشرحها بالتفصيل وهقول لك يعني ايه اوكيانوسيه. ابدا بقى بالاول كده بالمساحات. اكبر قاره في العالم من حيث المساحه هي قاره اسيا، وركز هنا بقى معايا. عندي كده بالترتيب قاره اسيا هي رقم 1 من حيث المساحه، قارة افريقيا هي رقم 2 من حيث المساحة، قارة امريكا الشمالية هي رقم 3 من حيث المساحة، امريكا الجنوبية 4 من حيث المساحة، 5 القطبية الجنوبية من حيث المساحة، وعندك كده رقم 6 اوروبا، واصغر قارة في العالم هي قارة استراليا 7. طب انا قائد مطلوب مني احفظ المساحات كام مليون؟ مفيش الكلام ده، لكن تحفظ الترتيب، ولازم الشكل ده يكون كده في ذهنك كويس جدا عشان تبقى عارف طول السنه. مش بتكلم على الترم الاول بس يا شباب، نصيحه ومهمه جدا. يبقى قاره اسيا اكبر القارات، بعدها قاره افريقيا تاني القارات، عندي كده قاره امريكا الشماليه ثالث قاره، امريكا الجنوبيه رابع قاره، وعندك كده الخمسه القطبيه الجنوبيه واللي هنتكلم عنها بالتفصيل، 6 اوروبا، وعندك كده اخر قاره استراليا. طيب سؤال يجي لك ازاي؟ يقول لك كده اصغر قارات استراليا سهله، اكبر القارات اسيا اسهل منها، لكن ممكن يجي يقول لك تاني اكبر قاره يبقى افريقيا، تاني اصغر قاره يبقى اوروبا، يبقى تاني اصغر قاره اللي هي قبل الاخيره. فهمت ازاي؟ يقول لك كده عدد القارات، وركز في السؤال ده، ضع صح او غلط. عدد القارات المأهوله بالسكان يبلغ 7 قارات.
لا غلط. ليه يا قائد؟ مش هم 7؟ ايوه بس هنا بيقول لك المهوله بالسكان. في قاره عندك هنتكلم عنها بالتفصيل في الاخر وهي القاره القطبيه الجنوبيه، فدي تعتبر كده غير مهوله بالسكان. او اقول لك اكلمك عنها دلوقتي، مش محتاجه بما ان هي فاضيه، فنبدا بيها الاول. القاره دي يا شباب لو انا ركزت كده هلاقي ان فيها مجموعه من المعلومات. اولا بيحدها محيط واحد وهو المحيط القطبي الجنوبي او المحيط المتجمد. فمعنى ان هو بيحدها المحيط القطبي الجنوبي يبقى معنى كده هيديك حاجتين. اولا اصبحت غير مأهوله بالسكان. يعني يا قائد مفيش حد بيعيش فيها، قاره متجمده اولاد معظم اوقات السنه. الحاجه الثانيه لانها متجمده، يبقى لما يجي يقول لك ما هي النتائج المترتبه على وقوع القاره القطبيه الجنوبيه في اقصى جنوب الكره الارضيه، اقول له اصبحت متجمده. 2 غير مأهوله بالسكان، محدش عايش فيها. لذلك القاره دي بنسميها كده القاره المتجمده او تعتبر كده غير مأهوله بالسكان. امال بيعملوا فيها يا قائد؟ قال لك كده في مجموعه من الدول، يعني مثلا عندك دوله مثلا زي دوله فرنسا، ودوله زي دوله بريطانيا، ودوله مثلا زي عندك كده زي دوله اللي هي روسيا، وعندك اليو اس اي. الاربع دول دول ليهم مصالح مشتركه. ايوه يعني بيعملوا ايه مصالح مشتركه؟ بيتم فيها اجراء بعض البحوث العلميه، بيعملوا بعض البحوث العلميه اللي فيها. يعني قاره الدول المتقدمه يروحوا مثلا يعملوا بعض الدراسات عن المناخ او دراسات مثلا عن الكره الارضيه عموما او عن المياه او بعض الحيوانات اللي هناك. فهنا بيقول لي تعتبر القاره دي قاره بحثيه بتتم فيها نوع من انواع البحوث. وكده انا خلصت اخر قاره عندك اللي بدانا بيها. باقي بقى ال6 قارات وده اللي اهم واللي هناخدهم بالتفصيل. يبقى انا كده عرفت خلاص ترتيب القارات، وعرفت كذلك المعلومات كده عن القاره اللي هي غير مأهوله بالسكان. ممكن خد بالك يجي يقول لك سؤال ايه العلاقه ما بين فرنسا والقطبيه الجنوبيه؟ اقول له ان تقوم دولة فرنسا بعمل أبحاث علمية في هذه القارة. وهنا عندك ده ترتيب القارات من حيث المساحة برضو. أصغر قارة هي قارة أستراليا اللي هنتكلم عنهم بالتفصيل بقى. الشكل ده بيوضح لك المسطحات المائية. عندك 5 محيطات في العالم. خد بالك كل ده يعتبر مراجعة بالنسبة لك. أكبر محيط وهو المحيط الهادي. الهادي على الجنبين، يبقى أنا عندي هنا الهادي وهنا الهادي. الكرة الأرضية يا شباب كرة متصلة، فالهادي هنا في الشرق وفي الغرب. واضحة كده؟ أطلنطي بين أمريكتين. حلو. يبقى تاني، يبقى ده تاني كده بالنسبه للمساحه. الهندي دي يا شباب دوله الهند، ركز كده فيها، فانا كده اميزها. يبقى الهند عند المحيط الهندي او عند الهند المحيط الهندي، ودي ثالث مساحه من حيث المحيطات. وعندك كده القطبي الجنوبي ده رابع مساحه، واخر حاجه بنختم بيها القطبي الشمالي. انت تعرف ان الاسئله دي بتيجي في الامتحان، يعني اوعى تستصغر او اوعى تستسهل او اوعى يعني يجي لي محيطات لا يجي لك. جه سؤال والله قبل كده اختار قال لك اصغر محيط هو المحيط القطبي الشمالي، يبقى انا هنا لازم اكون عارف ترتيب المحيطات. 5 قارات بالترتيب: المحيط الهادي، بعدهم المحيط الاطلنطي، المحيط الهندي، ورابع محيط هو المحيط القطبي الجنوبي، واخر محيط اصغر محيط هو القطبي الشمالي. كده خلصنا قارات وخلصنا المحيطات. نبدا بقى على الكلام ابو جد بقى. نبدا بقى في اول حاجه كده. طبعا المساحات مش حفظ، المساحات مش حفظ، المساحات مش حفظ، ما تهلكش نفسك وتتعب نفسك. في 3 تعريفات. هنا جايب لك تعريفين وهكتب لك انا التعريف الثالث لان هو الاهم. التعريف الثالث بيقول ان في حاجه كده اسمها الدول الجزريه. يعني ايه دول جزريه؟ هي عباره عن دول تتكون من جزيره او اكتر، او تكون جزء من جزيره. اشرح يا قائد يعني ايه بقى؟ مش هشرح لما تاخد الخريطه في قاره اسيا وقاره افريقيا، وهقولهم لك بالترتيب كده وبالتفصيل، وهقول لك فاكر تعريف الدول الجزريه اللي بدانا بيه؟ يبقى بس انت افهمه كده. دول جزريه دول تتكون من جزيره او اكثر او تكون جزء من جزيره. حبيبي التعريف شرح نفسه. هو دول جزريه يبقى دوله تتكون من جزيره او اكثر او تكون جزء من جزيره. سندوتش الجبنه فيه ايه؟ فيه جبنه. مش هيخترع. يبقى دول جزريه تتكون من ايه؟ من جزيره او اكتر او تكون جزء من جزيره. اما تاني تعريف عندك الموقع الفلكي، وهو موقع المكان. كلمه موقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض.
يعني لما يجي يقول لك مثلا قاره افريقيا من 37.5 ل 34 يبقى ده موقع فلكي، طالما ارقام وخطوط طول ودوائر عرض يبقى موقع فلكي، وده حفظه مهم جدا. اما الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء أو البحار والمحيطات أو القارات. لما أجي أقول لك مثلا قارتنا قارة أفريقيا، من الغرب المحيط الأطلنطي ومن الشرق البحر الأحمر والمحيط الهندي، يبقى أنا هنا بتكلم عن موقع جغرافي. 3 تعريفات في الدرس تجمعهم الأول كده: دول جزرية دول تتكون من جزيرة أو أكثر. الموقع الفلكي موقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبه لليابس والماء. وكده انت خلصت كل التعريفات اللي عندك. اشطب بقى على التعريفات وخش كده واحده واحده على التفاصيل. يبقى الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض، وجايب لك الرسم اهو عشان ما تنساش، بالنسبه لخطوط الطول وكذلك دوائر العرض. اما الموقع الثاني الموقع بالنسبه لليابس والماء، زي كده عندك دوله مصر. ابدا بقى بقاره اسيا. قاره اسيا هي اكبر القارات، وركز اكبر قاره. اسيا اولا بتمتد ما بين 81 شمالا لحد 10 جنوبا، وده الموقع الفلكي طبعا، ومن 170 غربا لحد 26 شرقا. ده بالنسبه لكده خطوط الطول، اخر حدودها في خط الطول من الشرق ومن الغرب، وكذلك من الموقع الفلكي من الشمال والجنوب. ويكون اللي يقول لك 10، عشان كده بقول لك هي خطوط الطول ودوائر العرض مش فكره حفظها قد ما فكره افهمها. 10 جنوبا يعني عايز يقول لك ان بيمر فيها اهم الدوائر، ودي اللي اهم بقى. لو انا ركزت كده هلاقي ان اهم دوائر بتمر بيها ايه. لو انا ركزت، اول حاجه بيمر بيها الدائرة القطبية الشمالية. فأنت عندك كده أول حاجة بتمر فيها في الشمال الدائرة القطبية الشمالية، دي دوائر العرض الرئيسية. لو أنا ركزت هلاقي برضو بيمر بيها مدار السرطان، دي برضو من أهم الدوائر. لو أنا ركزت هلاقي برضو بيمر هنا في جنوبها دائرة الاستواء اللي هي رقمها 0 يا شباب، وهي لحد 10. فانت عندك هنا 0 دائره الاستواء. ده اللي اهم بقى، ده اللي ركز فيه. يبقى 3 دوائر عرض بيمروا في قاره اسيا. يبقى من البدايه كده خالص قاره اسيا بيمر بيها الدائره القطبيه الشماليه ومدار السرطان، وكذلك عندك دائره الاستواء. خلصت الموقع الفلكي، يجي لي بقى الموقع الجغرافي واللي اهم. الموقع الجغرافي يعني حدود قاره اسيا بيحدها ايه. طيب تعالى بقى نشوفها كده بالترتيب واحده واحده. ادي طبعا دائره الاستواء، مدار السرطان، والدائره القطبيه الشماليه، ودول اللي مهمين جدا يا شباب. الدائره القطبيه الشماليه ومدار السرطان ودائره الاستواء. نيجي بقى بالنسبه لقاره اسيا. لو انت ركزت في اسيا هتلاقي هنا المحيط القطبي الشمالي حدودها شمالا، وهنا عندك المحيط الهادي حدودها من الناحيه الشرقيه، ومن الجنوب المحيط الهندي. عايز تقول يا قائد؟ لا انت اللي هتقول. انت مركز هنا محيط وهنا محيط وهنا محيط وهنا محيط. يعني عايز تقول ايه؟ يعني عايز يقول لك ان هي كانها شبه جزيره يا شباب. يعني اقدر اقول كده ان قاره اسيا تعتبر شبه جزيره كبيره. وخد بالك من الاسئله، يعني ايه؟ ده ممكن يقول لك دلل على صحه العباره دي صحيحه ولا لا؟ اقول له العباره صحيحه. ايه دليلك يا قائد؟ اقول له ان في الشمال القطب الشمالي، وشرقا يحدها المحيط الهادي، وجنوبا المحيط الهندي. ادي ميه ودي ميه ودي ميه، 3 ميات من 3 جهات. يبقى انت عندك كده المحيط القطبي الشمالي والمحيط الهادي والمحيط الهندي. يبقى انا هنا عندي 3 جهات عباره عن مياه، ما عدا الجهه الغربيه فقط. دي المنطقة بس الوحيدة اللي فيها يابس، اللي هي بتفصلها جبال تسمى جبال أورال. اوعى تنسى جبال الأورال بيفصلها عن قارة أوروبا. تاني، أورال عندك كده أوروبا. يبقى جبال الأورال اللي بتقع عن الجهة الغربية، وهي جبال الأورال في أوروبا. طيب تعالى بقى بالتفصيل كده ناخدهم واحدة واحدة. يبقى أنا ملخص الكلام، عرفت كده إن بيحدوها المحيطات من 3 جهات. فعندك المحيط القطبي الشمالي بيأكد، المحيط الهادي، وعندك المحيط الهندي. نيجي بقى كده بلاقي إن كلها عبارة عن محيطات ما عدا الجهه اللي هي ناحيه اوروبا بيفصلها غربا جبال الاورال اوروبا. اوعى تنسى اورال اوروبا، وعشان كده بنقول عليها شبه جزيره كبيره. طيب في بعض المعلومات كده عن قاره اسيا. فبيقول لي مثلا اول حاجه لو انت ركزت كده هتلاقي قاره افريقيا قريبه جدا منها، وقلنا ان اوروبا بيفصلها عنها جبال الاورال. فبلاقي كده بتفصلها عن قاره اوروبا البحر الاحمر، بالاضافه الى عندك كده بتقترب من مضيق، خدته انت السنه اللي فاتت مضيق باب المندب،
بالاضافه هنا عندي بلاقي البحر المتوسط وشبه جزيره سيناء اللي بتقترب منها او بتتصل بيها. يبقى كده عندي كده 3 اتجاهات ما بينها وما بين قاره افريقيا. عايز تقول يا قائد، عايز اقول لك ان الناحيه الغربيه لقاره اسيا مهمه جدا يا شباب. في قاره اوروبا بتفصلها جبال اورال، وعندك كده البحر المتوسط وشبه جزيره سيناء بتتصل بيها من اليابس عن طريق قاره اسيا وافريقيا، بالاضافه الى مضيق باب المندب. ال3 حاجات دول مهمين جدا من خلال الجهه الغربيه. ده كده بالنسبه لقاره اسيا وحدودها. طيب في قاره اسيا اكبر حاجه موجوده هو اكبر بحر مغلق. بحر اولاد مساحته بتتعدى 700,000 كيلو متر. بس هنا يقول لك بحر مغلق. يعني ايه بحر مغلق؟ يعني لا يتصل ببحار ولا محيطات. فهنا بيقول لي بحر قزوين اكبر بحر مغلق في العالم يوجد في قاره اسيا. يبقى من اكبر البحار. وخد بالك عشان في نهر هنا هناخده في الدرس اللي بعد ده على طول، في نهر بيطل فيه او بيصب فيه كده اللي هو نهر الفولجا، اطول انهار اوروبا، واللي هنشرحه بالتفصيل. يبقى انا عندي كده قاره اسيا بتقترب من قاره افريقيا، وكذلك عندي من قاره اوروبا عن طريق جبال الاورال فيها اكبر بحر مغلق وهو بحر قزوين. طيب نيجي لنقطه ثانيه، في اشباه جزر في قاره اسيا. فهنا بيقول لي في شبه جزيره تسمى شبه جزيره المالايو. دي منطقه كده بتقع في جنوب قاره اسيا اسمها شبه جزيره المالايو، بالاضافه الى شبه الجزيره العربيه اللي هي حاليا دلوقتي اليمن والسعوديه ودول الخليج، دي كده في جنوب غرب، فتعتبر كده شبه الجزيره العربيه. يبقى قاره اسيا فيها اشباه جزر زي شبه الجزيره العربيه وشبه جزيره المالايو. نيجي بعد كده بالنسبه لاهم الدول الجزريه. بص بقى، عندي كده في دولة هنا اسمها دولة اليابان، وقلت لك من شوية دول جزرية يعني دولة تتكون من جزيرة أو أكتر. أهو ادي دولة زي دولة اليابان تعتبر دول جزرية. وعندك كده دولة زي دولة الفلبين، بالإضافة إلى هنا جزر تسمى جزر إندونيسيا اللي هي عند خط الاستواء. يبقى أنا عندي كده الفلبين، وعندي هنا جزر اليابان او دوله اليابان. لو انت ركزت هتلاقي ان هي في قلب المحيط فعلا. دول ال3 جزر عشان ما تنساهمش على الخريطه كده. يبقى اليابان في الشرق، انزل تحت شويه في الجنوب الشرقي عندك كده الفلبين، تحت في الجنوب اندونيسيا. يابان، فلبين، اندونيسيا. يبقى انت بتذاكر يابان، فلبين، اندونيسيا. واضحه كده؟ وعشان كده بنقول ان قاره اسيا فيها دول جزريه. وبننهي اخر حاجه في قاره اسيا ليها اقتراب مع قاره امريكا الشماليه في مضيق هنا اسمه مضيق بيرنج او بيهرنج، سواء كده او كده في اللغه مش فارقه، ولكن يسمى كده مضيق بيرنج، وده اللي بيفصل ما بين قاره امريكا الشماليه وقاره اسيا. يبقى انا كده خلصت قاره اسيا بالنسبه لاهم الموقع الجغرافي اللي فيها. يبقى تاني كده هلاقي ان الدول الجزريه قلنا دول تتكون من جزيره او اكتر، وقلنا كده حدود قاره اسيا من الناحيه الشرقيه والغربيه والمحيطات. طيب تعالى بقى كده، ادي مضيق بيرنج اللي بيفصلها عن قاره امريكا الشماليه. في مضيق بيقع بالكامل انت خدته قبل كده اللي هو مضيق هرمز، ده كله بيقع في قاره اسيا. ومضيق باب المندب اللي احنا قلنا بيفصلها عن قاره افريقيا. اما البوسفور والدردنيل ده في قاره اوروبا. ده كده بالنسبه لقاره اسيا. عيد بس معايا تاني كده قاره اسيا كده قبل ما نبدا. في افريقيا اسيا فيها اكبر بحر مغلق وهو بحر قزوين. عندك كده اسيا فيها كذلك فيها جبال بتفصلها عن اوروبا في الجهه الغربيه، جبال اورال اوروبا. حلو قوي. وعندك كده بتقترب من قاره افريقيا في مضيق باب المندب، وفي هنا دوله او اللي هي شبه جزيره سيناء في دوله مصر، بلاقي برضو ان هي تعتبر جزء من اسيا فبتقترب منها، بالاضافه الى من الناحيه الغربيه او من الناحيه الشماليه او الجنوبيه محيطات. عشان كده بنقول على قاره اسيا تعتبر قاره شبه جزيره كبيره. لو عملنا كده من الدول الجزريه تبقى دوله اليابان، سمعت، فلبين، اندونيسيا. يبقى يابان، فلبين، اندونيسيا، ده من خلال الاتجاهات الشرقيه لقاره اسيا. نيجي بقى لقارتنا قاره افريقيا. افريقيا اولا كده بتمتد من 37.5 ل 34.5 اللي هي بالنسبه لدوائر العرض، وبلاقي ان هي بتبدا من عند 51 شرقا، يعني اخر خط طول كده من عند 51 لحد 17. يعني عايز يقول لك ان هنا بيمتد فيها نوع من انواع خطوط الطول ودوائر العرض، ولكن انا يهمني زي ما قلت لك كده انا عندي الخطوط اللي رئيسيه او تعتبر كده الموقع الفلكي فيها ال3 خطوط دول اللي هي ال3 دوائر عرض الرئيسيه، واحده واحده كده. فعندي هنا مثلا بيفصلها مدار يسمى مدار السرطان، وهنا بيفصلها كده في القاره. خد بالك كده عند الكيرف ده كده بالظبط في نص القاره اللي هو دائره الاستواء، وتحت هنا عندك في الجنوب الجدي. عايز تقول يا قائد، عايز اقول لك يا باشا دول اهم حاجه.
دول اهم 3 دوائر، زي ما خدت الدائره القطبيه الشماليه في قاره اسيا ومدار السرطان، وعندك كده خط الاستواء اللي احنا خدناهم هنا في قاره اسيا. فهنا عايز يقول لك افريقيا فيها 3 دوائر عرض رئيسيه، دول ال3 الاساسيين اللي موجودين في القاره، يبقى مدار السرطان ودائره الاستواء ومدار الجدي. اما حدود قاره افريقيا، لو انت ركزت كده في قاره افريقيا حدودها واضحه جدا، يعني من الشمال يحدوها عندك كده البحر المتوسط، فيحدوها شمالا البحر المتوسط، ومن الغرب المحيط الاطلنطي، ومن الشرق عندك المحيط الهندي والبحر الاحمر برضو. يبقى دي كده اهم حدودها من الناحيه الشماليه والغربيه والشرقيه. ده كده بالنسبه لحدود قاره افريقيا، ونفس الكلام ادي اهو بالتفصيل. تمام. ادي البحر الاحمر والمحيط الهندي، واهم المضايق اللي هي بلاقي ان هو مضيق جبل طارق اللي انت خدته قبل كده. واحده واحده بقى كده هتلاقي كده ان قاره افريقيا فيها مجموعه من الجزر، اشهرها جزر القمر او بنسميها جزر القمر يا مستر. يبقى انا عندي كده تاني جزر القمر، بالاضافه الى جزيره تعتبر اكبر جزيره في المحيط الهندي في قاره افريقيا، وهي جزيره مدغشقر. يبقى انت عندك كده اليابان، فلبين، اندونيسيا في قاره اسيا، لكن عندك هنا جزر القمر بالاضافه الى جزر مدغشقر. دي اهم الثلاث دول او اهم الدول الجزريه اللي في قاره افريقيا، واهم الثلاث دول اللي موجودين في قاره اسيا. يبقى قاره افريقيا حدودها واضحه جدا. قاره افريقيا خدنا كذلك اهم الدول الجزريه اللي موجوده فيها، واوعى تنسى ان في مضيق هنا، مضيق جبل طارق اللي بيفصلها عن قاره اوروبا، بالاضافه الى مضيق باب المندب اللي احنا خدناه قبل كده. القاره الثالثه قاره اوروبا. لو ركزت قبل ما ابدا اي حاجه لسه في اوروبا هتلاقي اني ارجع كده معايا قاره افريقيا، قاره اوروبا، افريقيا، اوروبا، افريقيا، اوروبا، كفايه خلاص. ركز كده معايا. قاره افريقيا لو انت ركزت هتلاقي ان السواحل فيها مش هنقول مستقيمه، ولكن تكاد تكون مستقيمه يا شباب، تكاد تكون مستقيمه، يعني في بعض المناطق فيها بتبقى تكاد تكون مستقيمه. لكن لو رجعنا كده لقاره اوروبا هتلاقي ان هي عباره عن ايه؟ تعريج للسواحل. بص كده لقاره اوروبا هتلاقي ان هي كل ده تعريج 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 تعريج، اوبا 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 اوروبا، اوبا اوبا اوروبا، تعريج 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 تعريج. يعني ايه تعريج يا مستر؟ يعني مش مستقيمه. طب مين الافضل؟ قبل ما ابدا في الموقع الفلكي بس، هل تعريج السواحل افضل ولا استقامتها افضل؟ انهي الافضل في القاره؟ اقول لك لا، التعريج افضل. الاستقامه في الحياه طبعا ده افضل حاجه يا شباب، ولكن هنا في الجغرافيا لا، التعريج هنا بتبقى افضل حاجه. ليه بقى؟ لان انا هنا اقدر اعمل نوع من انواع المواني الطبيعيه في المنطقه المتعرجه دي. يعني ايه برضو؟ اقدر اعمل هنا مكان للسفن زي ما هشوف صوره كده دلوقتي، فاقدر اعمل هنا سفن طبيعيه عادي جدا، فيبقى في نوع من انواع الحمايه الطبيعيه. عكس قاره افريقيا، لو انا ركزت كده في قاره افريقيا، ركز كده، لو انا عملت ميناء هنا وحصل اي نوع من انواع مثلا الاعاصير او غيره او في المحيطات، هلاقي ان الميناء هيتدمر. لكن في افريقيا، في اوروبا، تقدر تعمل هنا ميناء وهنا ميناء. فعشان كده نقول ايه بقى؟ ان كثره تعريج سواحل قاره اوروبا ادت الى سهوله، بص الكلام، بص عشان وانت بتحفظ ما تحفظ، افهم الاول. ادى الى سهوله انشاء الموانئ الطبيعيه. ده كده بالنسبه لقاره اوروبا. يبقى اول نقطه ركزت كده ان من الشكل الخارجي لاوروبا عباره عن تعريج السواحل، باينه جدا. طيب عكس قاره افريقيا شويه وبعض القارات الثانيه. النقطه الثانيه، افريقيا بتمتد من 71 شمالا ل 36 شمالا، يعني ما فيش فيها الدوائر الاستواء، هي ما فيهاش الا الدائره القطبيه الشماليه. فعشان كده بلاقي ان هي بتمتد من 71 شمالا لحد 36 شمالا. بالنسبه لخطوط الطول من 66 شرقا، ودي بقى اللي اهم واحده، 25 غربا. يعني يا قائد واحده واحده بقى في النقطه دي. اخر خط طول لقاره اوروبا عند 25 غربا. يعني انت لو ركزت هتلاقي قاره اوروبا اخرها كده، ولكن في هنا جزر زي جزر بريطانيا، وفي هنا جزيره اسمها جزيره ايسلاند. يا سلام على الانجليزي يا قائد. ارض الثلج او ايسلندا زي ما يسموها بقى، لاند مش تفرق. المهم، فانت عندك هنا 25 اخر خط طول، ده خلى قاره اوروبا في عدد كبير من خطوط الطول. عشان كده فرق في السؤالين دول بالله عليك. القاره اللي بيمتد فيها كل انواع خطوط الطول القطبيه الجنوبيه،
ماشي كده. لكن لو قال لك قاره اوروبا تمتاز بكثره خطوط الطول، اقول له لان اخر حدودها بيمتد عند جزيره ايسلند، كثره الجزر اللي فيها خلى اخر خط طول عند 25 غربا. وعشان كده بقول لك مش كل الموقع الفلكي نقدر نقول عليه حفظ، ولكن في حاجات مهمه. فانت اخر حدودها عند جزيره ايسلندا، وده اللي خلاها خطوط الطول بتمتد فيها في عدد كبير، رغم انها قاره مش كبيره جدا. بالاضافه الى بعض الجزر بيها، زي هنا عندك جزيره بريطانيا او الجزر البريطانيه وجزر ايسلندا. يبقى دي كده لسه ملحوظات او اول ملحوظه كده بالنسبه لقاره اوروبا. يبقى قاره اوروبا الشكل قلنا عباره عن تعريج السواحل. بالنسبه للموقع الفلكي بلاقي ان عندك كده 66 غربا، بلاقي ان هنا عندك جزيره ايسلندا. طيب نيجي بقى للنقطه الثانيه، الموقع الجغرافي بالنسبه للقاره. لو انا ركزت كده هلاقي شمالا بيحدها المحيط القطبي الشمالي، يعني زيها زي قاره اسيا. ماشي. وعشان كده لما يجي يقول لك سؤال، قاره من العالم القديم تقع باكملها في النصف الشمالي، اوروبا. طيب اما من الناحيه الغربيه بلاقي المحيط الاطلنطي، ايه ده زيها زي افريقيا؟ طيب ومن الجنوب البحر المتوسط، يعني البحر المتوسط ملتقى لقارات العالم. انت عندك كده اسيا وهنا افريقيا، وايه ده صح يا قائد، البحر المتوسط. ما هو عشان كده اسمه متوسط، بيقع في وسط العالم. فانت هنا او وسط قارات العالم القديم افريقيا، وعندك هنا قاره اوروبا، وعندك هنا قاره اسيا. ففي الجنوب البحر المتوسط، بالاضافه الى قاره اسيا اللي احنا خدناها وقلنا كده بيفصلها من الشرق عن طريق جبال الاورال. طيب واحده واحده، ادي هنا بعض الجزر البريطانيه اللي هي الجزء ده اهي بالظبط، وبالاضافه الى جزيره ايسلندا، دي اهم الجزر. خلي بالك الجزء الاخير، لا تاني والنبي الله يخليك، تاني خلاص مش، خلي بالك لو انت ركزت كده اهي ايوه سلام. ايه تعريج سواحلها وكثرة الجزر بها أدى إلى إيه؟ أدى إلى سهولة إنشاء الموانئ الطبيعية، سهل إنك تعمل ميناء طبيعي. وعشان كده بنقول دي من مميزات قارة أوروبا من حيث تعريج السواحل. الشكل أظن في ذهنك. ونيجي بقى لأسهل قارتين، الأمريكتين، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. بلاقي إن قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية موقعها الفلكي بتمتد فلكيا ما بين 10 غربا حتى 168، ومن 83 ل 7 أو 7.5 أو 37%، ولكن ما يشغلنيش قد الموقع الجغرافي بتاعها. قارة أمريكا الشمالية لو أنت ركزت كده هتلاقي إن أمريكا الشمالية، ركز كده معايا في الجزء ده، أيوه أظن واضحة جدا. الأمريكتين أسهل حاجة تحفظهم يا شباب. إزاي يا قائد؟ عندك هنا يا باشا ده المحيط الهادي، احفظ معايا بقى من هنا أسهل. وهنا المحيط الأطلنطي، ماشي. وهنا القطبي الشمالي يا شباب. وهنا عندك في خليج اسمه خليج المكسيك، وهناخده بالتفصيل المرة الجاية، واحفظ كده معايا. في هنا دولة اسمها دولة المكسيك، وفي هنا ده خليج اسمه خليج المكسيك، وفي هنا هضبه اسمها هضبه المكسيك. وهتقول كده ورايا، والمكسيك هضبه دوله خليج، المكسيك هضبه دوله خليج، المكسيك 3 مرات اهو، هضبه دوله خليج، اوعى تنساها الله يخليك، المكسيك هضبه دوله خليج. يبقى انا عندي كده المكسيك هضبه دوله خليج، دي حدود الجنوب الشرقي بالنسبه لامريكا الشماليه، بالاضافه هنا المحيط الاطلنطي، وهنا المحيط الهادي والقطب الشمالي. عايز تقول ايه يعني؟ عايز اقول لك ان انت لو كملت كده امريكا الجنوبيه زي امريكا الشماليه في حدودها، يبقى انت عندك هنا في تشابه في الموقع الجغرافي. خليك ذكي، ربط الاحداث يا باشا عشان ما تبقاش صعبه. يبقى الموقع الجغرافي ان كلاهما يطلان على المحيط الاطلنطي شرقا، كلاهما يطلان على المحيط الهادي غربا. شكرا كده اتحفظوا سهلين جدا. يبقى دول متشابهين في الموقع الجغرافي. كلاهما يفصل بينهما بحر مهم جدا اسمه بحر الكاريبي. الكاريبي بيقع جنوب قارة أمريكا الشمالية وشمال قارة أمريكا الجنوبية. عشان كده بلاقي إن الأمريكتين في الموقع الجغرافي سهلين جدا. يبقى القارة دي بلاقي إن أمريكا الشمالية برضو بيحدوها القطب الشمالي زيها زي قارة آسيا وزيها زي قارة أوروبا. بلاقي برضو كذلك إن بيحدوها في الجنوب الشرقي خليج المكسيك والبحر الكاريبي. وعندك هنا من الشرق المحيط الأطلنطي، ومن الغرب المحيط الهادي اللي احنا قلنا موجود على الجنبين عشان برضو هو حدود لقارة أستراليا اللي هناخدها بعد شوية. ولكن اللي يختلف هنا إن قارة أمريكا الجنوبية تبدو في شكل مثلث مقلوب شوية، فعشان كده بنقول عليها إن هي بتشبه المثلث كنوع من أنواع الشكل الهندسي. ده كده بالنسبة للقارتين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. تعال بقى نعيد كده الكلام سريعا ونبص عليه كده في الحدود. أدي القطب الشمالي، وأدي المحيط الأطلنطي،
بالاضافه لخليج المكسيك، وهتنسى المكسيك تاني، وبعد كده البحر الكاريبي والمحيط الهادي من الغرب. نيجي بقى للقاره الثانيه، اهم المضايق مضيق بيرنج اللي خدناه قبل كده خلاص. خليج هيدسون ده هناخده بالتفصيل فمش هقوله دلوقتي. نيجي بقى للقاره اللي هي بتشبه شكل المثلث. امريكا الجنوبيه لو انا ركزت كده بلاقي ان هي بتبدا من 12 لحد 56 جنوبا، ومن 53 او من 35 لحد 81. بس قبل ده كله انا عندي كده قاره امريكا الجنوبيه، في هنا في الوسط بالظبط خط الاستواء، وعندك هنا في الجنوب بلاقي هنا مدار الجدي. دول اهم الدوائر العرض اللي موجوده فيها. ونبدا بقى في حدودها اللي احنا قلناها بنفس الطريقه. فبلاقي هنا بحر الكاريبي بالاضافه الى المحيط الاطلنطي والمحيط الهادي من الناحيه الغربيه، وبلاقي كده تبدو كشكل مثلث. لو انت ركزت فعلا هتلاقي ان هي واخده الشكل المثلث. شكرا. حلو. الاوقيانوسيه اتسمت ليه الاوقيانوسيه؟ يعني البعض بيقال طبعا هي بتبدا من 10 لحد 44 جنوبا، و178 شرقا لحد 113 شرقا. وركز قوي في النقطه دي لانها كلها بتقع في الجزء الشرقي. مش كده؟ زي ما امريكا الشماليه كلها بتقع في الجزء الغربي من الكره الارضيه، دي برضو بتقع كلها في اقصى، خد بالك، بتقع كده في اقصى جنوب شرق. مش كده؟ في الكره الارضيه زي ما هنشوف الكره الارضيه دلوقتي. ولكن ليه بقى اتسمت من الاوقيانوسيه؟ كلمه اوقيانوسيه جايه من كلمه اوشن، واوشن يعني محيط، اللي هي الاصل في اللغه بتاعتها كلمه اوكيان. لو انا قريت دي كده بالكي اوكيانس، وجايه منها كلمه اوقيانوسيه لانها تعد كده كانها قاره يحيط بها الماء من جميع الجهات، وده اللي هنشوفه دلوقتي كده بالتفصيل. لو انت ركزت هنا في قاره استراليا هتلاقي كده كانها فعلا الميه بتحدها من جميع الجهات. فانت هنا بص، ميه 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 ميه، فبيقولوا عليها الاوقيانوسيه، يعني كانها كده من كل اتجاه في مياه او محيطات. اصغر قاره عندك موجوده، ولكن تفاصيلها بقى اكتر كموقع جغرافي. هلاقي ان بيحدها بحر اسمه بحر أرافورا اللي بيحدها هنا من الشمال، وعندك هنا كذلك المحيط الهادي، ومن الغرب والجنوب المحيط الهندي، بالإضافة طبعا إلى إن ما بيعديش فيها غير مدار واحد بس وهو مدار الجدي. يبقى سريعا كده قارة أستراليا من القارات السهلة جدا اللي ما فيش فيها أي كلام. بحر أرافورا واللي بيفصلها هنا عن جزر أندونيسيا. سواء تاني يا شباب، شكرا. ايوه، بحر أرافورا اهو. دي كده جزر اندونيسيا، الجزء الشمالي ده اللي هي قاره اسيا يعني. فهنا عندك بحر أرافورا من الشمال، اما هنا من الناحيه الشرقيه المحيط الهادي، وكذلك الخليج الاسترالي ده خليج بيوجد في الجنوب، ولكن عندك كده المحيط الهندي هنا في الجنوب وفي الغرب، ده كده محيط. لو انت ركزت هتلاقي ان القاره كلها عباره عن جزيره كبيره. عايز تقول يا قائد؟ عايز اقول لك مش انا قلت لك حاجه زي كده برضو من شويه؟ بس قلناها في قاره اسيا. لما قلنا كده قاره اسيا تبدو كشبه جزيره كبيره، لكن استراليا هي فعلا بقى جزيره كبيره حيث يحدها الماء من جميع الجهات. ولازم اقول الاجابه كده، ما ينفعش اقول حيث يحدها الماء من جميع الجهات واسكت. لازم اوضح لما يجيب لي سؤال زي ده. بحر أرافورا من الشمال، وكذلك المحيط الهندي من الغرب ومن الجنوب، وكذلك المحيط الهادي من الشرق. لازم اقول له حدودها، اعرفه منين ان انا فاهم وان فعلا ان هي جزيره كبيره. يبقى اقول له ايه هي الحدود اللي بتحدها من الشمال. كده انا خلصت بالنسبه للقاره الاوقيانوسيه. ولكن اصغر حاجه عندك بلاقي ان فيها اللي هي قاره استراليا فيها مجموعه من الجزر، زي جزيره هنا تسمى جزيره تسمانيا، وكذلك جزيرتين في الشمال والجنوب اللي هم موجودين في المحيط الهادي، زي جزيره نيوزيلندا الشماليه وجزيره نيوزيلندا الجنوبيه. وبنختم باخر حاجه القطبيه الجنوبيه اللي انا قلت لك عليها، فيها نقطتين بيمتد فيها كل خطوط الطول. قلتها وانا بشرح قاره ايه؟ اللي قلت لك فيها عدد كبير من خطوط الطول بسبب كثره الجزر. قاره ايه؟ اوروبا. يبقى انت عندك هنا تاني اوروبا نتيجه وجود ايسلندا، برضو هنا دي بلاقي ان كل خطوط الطول بتقع فيها بعيده تاني واللي بدانا بيها. وطبعا ده ادى الى انها اصبحت قاره متجمده غير مأهوله بالسكان زي ما قلنا، ما عدا فرنسا، بريطانيا واليو اس اي وروسيا، دول اللي ليهم مصالح هناك بيعملوا بقى بعض الابحاث او بيقوموا بيها ببعض المصالح اللي موجوده بيها، ولذلك بنلاقي ان هي قاره متجمده وغير مأهوله بالسكان. طيب نلم بقى كده القارات كلها بالنسبه للدوائر الرئيسيه فيها اللي هي دوائر العرض، سواء دائره الاستواء او مدار السرطان او مدار الجدي. لو انا ركزت كده، ودي نقطه مهمه جدا، بلاقي ان خط الاستواء في جنوب اسيا
اهو عند جزر اندونيسيا، وهنا عند نهر الكونغو وهناخدها بالدرس اللي جاي بالتفصيل في افريقيا، وهنا في شمال افريقيا. ادي اول دايره حلوه قوي. القطبيه الشماليه بيمر بثلاث قارات، شمال قاره اسيا، وشمال قاره اوروبا، وشمال امريكا الشماليه. شكرا يا قائد. ماشي. والشكل ده ما يتنسيش، يكون في ذهنك كويس جدا. عندك كده مدار السرطان بيمر في وسط اسيا، وكذلك في شمال افريقيا وجنوب امريكا الشماليه. مدار الجدي موجود في قاره او في وسط، هو المدار الوحيد اللي موجود في قاره استراليا، بالاضافه للاطراف الجنوبيه لقاره افريقيا، ويعتبر كده في الجزء الاخير برضه او الوسط شويه في القاره القطبيه او في قاره امريكا الجنوبيه. القطبيه الجنوبيه الدائره القطبيه الجنوبيه هي اللي بتمر بيها. وكده خلصنا الدرس الاول في الجغرافيا. ربنا معاكم وربنا يوفقكم، والجغرافيا مش بالعافيه، محتاجه منك تركيز ومحتاجه منك حل كتير. ان شاء الله باذنك يا رب. المحاضره الجايه هتكون محاضره التضاريس، وبعد ما نخلصها وندخل على المناخ هنعمل بقى مراجعه على الباب الاول كله كده، تبقى مراجعه حل بس كده نقدر نحل فيها مجموعه من الخرائط عشان نثبت معانا كده الحل. ربنا معاكم وربنا يوفقكم، واحلى طلاب الاعداديه، وان شاء الله تكون سنه سهله عليكم وسنه ميسره. شكرا ليكم، بالتوفيق يا شباب. اشوفكم على خير واحلى محاضره.